السلام عليكم حبايب حنف، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اخر حلقة بالنسبة لفانتازيا كاس العالم. شرفتوني ونورتوني واتمنى اكون افدتكم. يلا بينا على طول نخش على النصايح. الجولة الاخيرة او الحاجة الاخيرة او المباريات الاخيرة في الحاجة الممتعة اللي احنا شفناها، كاس العالم قطر 2022. قبل ما نبدا حلقتنا الاخيره من فانتازيا كاس العالم، احب اشكر الناس اللي كانت بتدعمني وبتشكرني او بتسالني او بتعمل لايك للفيديو او عامل سبسكرايب للقناه او فعل جرس التنبيهات عشان اي فيديو جديد يوصل لها. انا بشكركم شكرا جزيلا يا جماعه. وقبل برضه ما ابدا الحلقه، عايز اقول كلمه للمنتخب المغربي وجمهور المغرب الشقيق. انتوا بصراحه شرفتونا ونورتونا وخليتوا راسنا مرفوعه ما بين كل دول العالم كانت مشاركه في كاس العالم. عملتوا اللي عليكم، اديتوا اللي عليكم وزياده. ان شاء الله نشوفكم الفتره الجايه او في المستقبل القريب ان شاء الله لكاس العالم اللي جاي في احسن حال واحسن صوره. ونخش بقى على ماتش يوم 17 12 يوم السبت ان شاء الله الساعه 5 مساء بتوقيت مصر، ما بين كرواتيا والمغرب، تحديد المركز الثالث في كاس العالم. ان شاء الله المغرب الشقيق ياخد المركز الثالث. بس خلينا نقول بس معلومه ان دي تاني مواجهه ليهم في نفس الكاس، يعني كاس العالم لعبوا بعض في دور المجموعات، كرواتيا والمغرب، والماتش خلص 0-0. طيب هنعمله ايه في الماتش ده؟ الله ادرى اعلم. تعالوا نشوف مع بعض كده مع بعضينا ايه ممكن نجيب مين. طب تعالى نتكلم فانتازيا وليس على الواقع. فانتازيا نجيب مين من كرواتيا؟ وكرواتيا عندها مشكله في الدفاع، هو ايرانوفيتش دلوقتي مصاب، يعني مصلحه للمنتخب المغربي الشقيق انه يهاجم ويجيب جون كمان. نجيب مين من كرواتيا؟ يعني ممكن نفكر في حارس المرمى ليفاكوفيتش بسعره 5 مليون، ممكن يعمل تصديات. وبالنسبه لخط الدفاع هنجيب واحد بس نفكر فيه، هو لوفرين. سعره كام لوفرين؟ هو بأربعة ونص. نخش على خط النص. انا بالنسبه لي هما اتنين فقط مفيش غيرهم هفكر فيهم، وهو لوكا مودريتش بسعره 8 ونص، وحبيب قلبي برضو بريزيتش بسعر 7.5 مليون. الاتنين دول هما الاوبشن الاساسي بالنسبه لي ككرواتيا في فانتازيا وليس على الواقع. تعال نشوف منتخب المغربي الشقيق. عندهم للاسف مشكله في الدفاع برضو. عندهم يعني اكتر ثلاثة دفاع مهمين طبعا من بعد اشرف حكيمي. يعني عندهم سايس مصاب، عندهم نايف مصاب، وعندهم نظير مزراوي مصاب. فدي مشكله دفاعيه ما اعرفش منتخب المغرب هيحلها ازاي الصراحه. بس هو ان شاء الله قدها وقدود اشرف حكيمي سداد مكانه باذن الله. طيب ده احنا رقم واحد بالنسبه لنا هنفكر في مين؟ فهو اشرف حكيمي المدافع، هو ب5 مليون. اكيد هو كلنا عندنا كلنا عشان احنا قلناه في الجوله اللي فاتت. وفي خط النص بالنسبه لي هو حكيم زياش، وان شاء الله ان شاء الله مستبشر خير ان حكيم زياش يعمل حاجه في الماتش ده قدام كرواتيا. سعره كام زياش؟ سعره 7 مليون. الماتش بقى النهائي هيبقى يوم 18 برضو الساعة 5 بتوقيت مصر، بين الأرجنتين وفرنسا، والطار البايت من 2018 في روسيا. فرنسا كسبت الأرجنتين 4-3، طلعتها من دور ال 16. كان مين اللي جايب الأجوان في ماتش الأرجنتين وفرنسا في روسيا 2018؟ كان جريزمان جايب جون، وبافارد كان جايب جول، ومبابي كان جايب جونين. طيب بالنسبة للأرجنتين كان مين اللي جايب الثلاث جوان بتاعتها؟ كان دي ماريا جايب جون، ميركادو جايب جون، والله يمسيه بالخير كان سيرجيو اجويرو كان في الوقت الضايع وجايب جون. الماتش ده هيبقى ظهر بايت جدا. الارجنتين ما بتنساش طارها خالص. فهنشوف ماتش حلو ما بين الارجنتين وفرنسا والزميلين مبابي وميسي باريس سان جيرمان طبعا. هنشوفه ماتش حلو جدا جدا. خلينا اقول ان الماتش ده انا مش متوقع له كلين شيت الصراحه، يا اما هيبقى 0-0 ويلعبوا بقى وقت اضافي وضربات ترجيح والكلام ده كله، او حد هيحسم الموضوع من اولها. طيب تعال نتكلم كده على الارجنتين. ممكن نفكر نجيب مين فيها. هو انا كنت قايله الجوله اللي فاتت برضه في الحلقه اللي فاتت، هو مارتينيز حارس المرمى بسعره 5.5 مليون. مارتينيز يعتبر اخطبوط طبعا استون فيلا، اخطبوط احنا عارفينه طبعا من البريمير ليج عامل ازاي باشا، هوبا هنا وهوبا هنا، عامل زي رعد بتاع كابتن ماجد بيصد من اي حته. وهنخص يعني ممكن نبص على المدافع نهويل مولينا بسعر 5.5 مليون. هو كان عامل برضه شغل حلو جدا في الدفاع
في الماتش اللي فات. وبالاضافه للمدافع اوتاميندي سعره 5 مليون برضو كويس جدا جدا. لو بنفكر هو كده عندنا اوتاميندي اساسا، بس هو اللي زياده اللي هو نهويل ممكن نجيبه مع اوتاميندي يظبطوا بعض في الدفاع. بالنسبه للهجوم هو الوحيد ولا اوحد هو ليونيل ميسي، المرشح بقوه انه ياخد كاس العالم، وعنده يعني روح عاليه جدا هو وزمايله ان هم يحطوا على فرنسا وياخدوا كاس العالم ويهبشوها منها كده. وهو ميسي رقم واحد، هو 10.5 مليون. لو عندك القدره ممكن تجيب الفاريز هاته، مفيش مشكله، ممكن يعمل حاجه. هات الفاريز ممكن يسد مع ميسي. احنا كده كده ده اول ماتش هنغير تاني يوم الناس كلها لو مفيش حد عمل حاجه في ماتش كرواتيا والمغرب، فهنظبط الدنيا يعني هنطلع اللي هنطلعه وننزل ننزله. بالنسبه لفرنسا انا كان نفسي اقول الصراحه لوريس حارس، يعني حارس مرمى توتنهام، وعمل شغل عالي جدا جدا قدام المغرب. ممكن اقول لك لوريس مفيش مشكله، بس احنا اعتقد ان احنا كله تلات ارباعنا رايح على مارتينيز حارس المرمى بتاع الارجنتين. بالنسبه لخط الدفاع هو هرنانديز المدافع بسعر 5 مليون. الباشا جاب جون الماتش اللي فات قدام المغرب، جاب 13 بونت لوحده، فهو ظبطنا، فانا متوقع برضه خليه معاك برضه مفيش اي مشكله. بالنسبه لخط الهجوم هما اتنين، مبابي صاحب ال 11.5 مليون، وجيرو صاحب 7.5 مليون. الاثنين دول اوبشن كويس جدا جدا في الهجوم. حد يجي يسالني يقول لي طب انا كابتن مين يا عم؟ انا كابتن مين في الماتشين دول؟ يعني انا كرواتيا والمغرب كابتن مين؟ انا بصراحه بيني وبينك، وهتيجي تقول لي فرنسا والارجنتين كابتن مين؟ بيني وبينك انا لغايه دلوقتي ما استعملتش الباور كابتن. طب ليه ما نعملش بقى باور كابتن في اخر الجوله دي ونخلص بقى، عشان اللي يجيب اعلى نقط نحطها وتعلينا ونخلص. طب انا ما عنديش باور كابتن. ماشي يا عم، ما عندكش باور كابتن. فانتازيا تعال نتكلم فانتازيا وليس على الواقع برضه. تعال نتكلم مثلا لو ما بين كرواتيا والمغرب ممكن اكابتن مين فيهم. ممكن اقول لك كابتن بيرزيتش او لوكا مودريتش في الماتش بتاع المغرب. طب يا عم برضه انا ما عنديش برضه باور كابتن وعايز اكابتن حد من الارجنتين وفرنسا. اقول لك يا باشا تعال كده يعني ايه نضربها ونقول لك مثلا ايه ميسي ممكن ياخدها. كابتن ميسي يا باشا، خلاص يعني يا ميسي يا هيجيبها يا هيضيعها لنا، خلاص هي حاجه من الاثنين. تعالي بقى نتكلم على حاجه ما اتكلمناش فيها خالص من بدايه فيديوهاتي في فانتازي كاس العالم، وهي اف بي الحنفي، الليجا بتاعت فانتازي كاس العالم. الناس اللي كانت منوراني ومشرفاني اهلا وسهلا بيكم، نورتوني. الناس بقى المتصدره عندنا الليجا، اول 10 عندنا منوريني بصراحه، الله ينور عليكم. بالنسبه بقى للدرش مصطفى اسماعيل المتصدر عندي ب 399 نقطه. والله للاسف هي فانتازيا يعني فانتازيا كاس العالم مش موضحه لي انت منين، بس ما شاء الله عليك بصراحه انت 677 على العالم. اتمنى لك التوفيق في اخر راوند ليك، والراوند بتاعك والرانك بتاعك يبقى اعلى من كده يعني اكتر من كده باذن الله. بس كده اتمنى اكون افدتكم. ده كان اخر فيديو معانا في فانتزي كاس العالم، اللي كانت اول مره نعمل فيها فانتزي كاس العالم. اتمنى اكون افدتكم، واستنونا ان شاء الله قريب في فانتزي بريمير ليج ولنا عوده قويه جدا مع الوايلد كارد. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام عليكم.